اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل خبز صحي تاكلي منه كده انتي وولادك وانتي مطمنه. الخبز ده مشبع وينفع في الدايت، وكمان مفيد وصحي لمرضى السكري عشان كله نشويات معقده. لو جربتيه هتحبي طعمه قوي. هنعمله بقى مكونين اتنين. تقدري تعمليه كده في الطاسه من فوق كده بيتنفخ زي ما انتوا شايفين، وكمان بسيط جدا في تحضيره، سهل جدا واقتصادي. يعني مكونين اتنين بس مش اكتر من كده. هنعمله بمكون رئيسي موجود عندك في البيت وما تقدريش تستغني عنه. الخبز بتاعنا النهاردة من البطاطس، والبطاطس هنا بنستخدمها كمحسن. طبعا هي مغذية جدا ونشويات معقدة، وبنستخدمها كمحسن كده، بتدي نتيجة حلوة قوي للخبز بتاعنا في الشكل والطعم، وتقدري تعملي منه سندوتشات زي ما انت شايفة كده. هناكل بقى وهنشبع وهنخس. يلا بقى تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا معايا ثمرتين من البطاطس كانوا عندي ما كنتش محتاجاهم، فقلت لا انا هقوم اعمل بيهم خبز كده او عيش بيبقى حلو جدا. الثمرتين دول زي ما انتوا شايفين كده كأن ثمرة متوسطة، هي البطاطساية صغيرة خالص، يعني كأن ثمراية كده متوسطة. حطيت لهم مية مغلية او حتى مية عادية، وحطيتهم كده على النار من غير ملح ولا اي حاجة خالص، وسبتهم يتسلقوا كده سلقة حلوة. انا بصراحة بحب استخدم البيرة. جبت قطعة صغيرة زي ما انتوا شايفين على معلقة عسل صغيرة، وابتدأت ادوبهم بالشكل ده. وحطيت كده معلقتين بس او 3 معالق من المية الدافية. لازم تكون المية دافية علشان تشتغل معاكي. خلاص كده البطاطس اتسلقت كويس قوي. حطيت لها قطعة جبنة صغيرة، عايزة تستغني عنها مفيش اي مشكلة، بس بصراحة بتخلي طعم العيش تحفة. اهم حاجة انه تكون جبنة يعني مش نبات الدهن، وتكون جبنة معمولة من اللبن. وعلشان كده انا مرضتش احط ملح للوصفة دي. حطيت كده قطعة الجبنة مع البطاطس، وابتدأت أهرسهم بالهراسة بتاعتي بالشكل ده. أهرسهم حلو قوي، وبرجع أجمعهم تاني وأهرسهم، أنا مش عايزة فيها أي تكتلات. ودلوقتي بقى هبتدي كده إن أنا أجيب الهاند بلندر وهضربها كده ضربة حلوة جدا، وهقول لك ليه. أنا عايزة أضربها ضربة حلوة قوي بالهاند بلندر. ما بتاخدش بصراحة دقيقة بالهاند بلندر وتبقى معاكي بالشكل ده. شايفين ليها عرق إزاي؟ حلو قوي كده، دي هتبقى ممتازة في العجين. خلاص كده هي جاهزة معايا إن أنا أحط لها الدقيق والخميرة وأعجن. حطيت كده الخميرة بتاعتي، وكمان دلوقتي معايا كوباية كده من الدقيق الأسمر اللي هو الحبة الكاملة. ده موجود في السوبر ماركت، عند الهايبرات أو عند العطارين الكبار هتلاقيه موجود ومتوفر. أنا بستخدم سنبلة الفرات، نتيجته حلوة جدا. بصوا بقى أنا بعجن بكل سهولة أهو. حطيت جزء من الدقيق وهرجع أحط جزء تاني. أنا مش هقدر أقولك كمية الدقيق قد إيه بالظبط، يعني على حسب برضو البطاطساية اللي انت عملتيها حجمها، وعلى حسب نسبة المية اللي فيها تقدري تحطي الدقيق. ابتدأت احط كده بقية الكمية بتاعة الكوباية، واحتجت نص كوباية تاني. يبقى البطاطساية اللي كانت معايا او الثمرتين الصغيرين دول احتاجوا حوالي كوباية ونص من الدقيق، لغاية ما العجينة بتاعتي اتعجنت وبقت بالشكل ده. الايد اللي بعجن بيها بتبقى ملزقة، لازم تعملي لها اختبار بالايد النظيفة اللي ما عجنتش. لو لقيتيها ما شبكتش في ايديكي يبقى كده العجينة تمام. خلاص انا عجنتها اهو، وحطيتها في طبق بقى، بس دهنت كده دهنه من الزيت، وغطيتها كده وهسيبها تخمر. لو انت في الصيف هتسيبيها نص ساعه، لكن لو في الشتاء هتسيبيها ساعه. خلاص كده العجينه بتاعتي خمرت بعد نص ساعه بالظبط، مش اكتر من كده. هبتدي بقى اكورها واشوف هتطلع لي كام رغيف. جبت كده طاجن او طبق او اي حاجه، ابدأي كده كوريها ونشوف بقى هتطلع كام رغيف. يعني طلعت حوالي 6 أو 7 من الأرغفة. اللي قدامكم دول 6 أرغفة، وفي رغيف تاني حطيته كده بره في طبق لوحده. هبتدي كده بقى أفرد العجين بتاعي. أنا غطيته طبعا عشان الوش بتاعه ما ينشفش وتبقى النتيجة بتاعته مش حلوة. هفرد بقى دلوقتي على البلانشة أو على الرخامة أو على مفرش سيليكون. وخلي بالك إن العجينة دي عايزة معاملة خاصة في الفرد، يعني لازم تفرديها على دقيق لأن هي بيبقى فيها شوية كده من التلزيق. هفردها كده بالشكل ده، واهم حاجه ان انت تحطي دقيق وانت بتفردي، عشان لو ما حطيتيش دقيق هتلزق معاكي ومش هتعرفي تطلعيها. انا جبت القطاعه دي عشان اخلي الرغيف بتاعي متساوي. ممكن ما تعمليش القطاعه ولا حاجه وتخلي الرغيف بتاعك تحاولي ان انت تسويه كده، وانا هشتغل من غير قطاعه بعد كده. بحط كده شويه من الدقيق وببتدي افرد بالشكل ده، وزي ما بقولك لازم تفردي على دقيق من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين، بس ما تزوديش قوي عشان ما يكونش الوش بتاعه كده لونه ايه مش حلو. سواء بايديكي او بالمردنه براحتك خالص. اهو اتفرد معايا بكل سهوله. عايزه تعمليه بغطا حله او بقطعه تمام، مش عايزه تعمليه هو مدور وزي الفل. تمام كده. انا عملت 2 بس، مش هعمل الكميه كلها، والنقطه دي مهمه جدا. ما تعمليش الكميه كلها، لو عملتيها كلها مش هتعرفي تشيليها. 2 ب2 يا جماعه.
وسخنت الطاسه بتاعتي او الجريل كده على النار، وابتدأت ان انا احط الرغيف بالشكل ده، وهو عايز نار عاليه مش نار منخفضه عشان يرفع معاكي. بحطه كده حوالي يعني 10 ثواني كده، وببتدي اقلب الناحيه التانية. بصوا بقى شايفين بينفخ معايا ازاي؟ اهم حاجه بس شويه ضغطات كده بالمعلقه السيليكون، ضغطات خفيفه ما تضغطيش قوي، هينفخ معاكي. بس لو في كده ثقب او خرم في الرغيف هتبص تلاقيه ان هو يطلع الهواء منه ومش هينفخ. حاولي لو لقيتي ثقب كده في الرغيف اقفليه كده بالمعلقه السيليكون. اهو شايفين بيفصل كده وبينفخ وبيبقى تحفه. حلو قوي كده. انا قربت لكم كده من الناحيه التانية عشان تشوفوا شكله بالظبط. اهو اضغطي كده من ناحيه تبص تلاقيه نفخ من الناحيه التانية. خلاص انا عملت الاتنين اللي فردتهم، بسرعه بسرعه هروح اعمل اتنين تانيين، وهكذا لغايه ما تخلصي الكميه بتاعتك. اهو عايزه تعمليه بالقطاعه تمام، مش عايزه تعمليه انا عملت الباقيين من غير قطاعه. حلو قوي كده. وهروح برضو على البوتاجاز والطاسه بتاعتي سخنه، هبتدي اسوي بالشكل ده. ممكن تعملي واحد واحد او اتنين اتنين، مش اكتر من كده، عشان لو عملتي اكتر من كده العجينه بتاعتي طريه شويه، مش هتقدري تشيليه من على الرخامه او البلانشه اللي بتفردي عليها. شايفين بقى بيرفع ازاي معايا؟ سهل جدا يا جماعه، وبينفخ وبيبقى تحفه، والطعم بتاعه حلو جدا. بصوا ولو في خرم في الرغيف سديه وابدأي كده اقفليه، هتبصي تلاقيه رفع من الناحية التانية. دي الكمية اللي انا عملتها، دول 8 أرغفة، انا كنت عاملة 7، والفواصل او البواقي اللي انا كنت بقطعها عملوا لي رغيف تاني، يعني برضو حجمه صغير مش زي الحجم ده. هو بصراحة الحجم بتاعه متوسط، ولا كبير ولا صغير زي ما انتوا شايفين كده. في مقطع بقى اتحذف مني او تقريبا ما اتصورش، كنت مفكره ان الكاميرا شغاله. انا جبت كده معلقه من زيت الزيتون في طبق وفرشه، ودهنت الوش بتاع الارغفه بتاعي. كان لونه كده مطرح الدقيق مش حلو، فجبت كده معلقه من زيت الزيتون ودهنت الوش مسحه بسيطه خفيفه كده، اداله اللون الحلو ده. شايفين بقى العيش بتاعي كله بيتفتح يا جماعه. بس انا بقى في تكايه بسيطه كده عملتها، لاني ما بحبش العيش طري، دي حاجه خاصه بيا انا. شايفين السندوتشات تحفه ازاي؟ اهم حاجه كده تحطي جبنه كده وشويه خضروات كتير، هيبقى مغذي ومشبع وحلو جدا. التكايه البسيطه اللي بقول لكم عليها، انا بدخل الرغيف في الميكروويف حوالي 50 ثانيه او دقيقه، يعني من 50 ثانيه لدقيقه. شايفين بقى بيبقى شكله زي ملدن كده، ملدن يا جماعه، يعني ولا طري قوي ولا ناشف قوي. انا بحب العيش بتاعي اللي باكله بيبقى بالشكل ده. اي خبز بسويه على الطاسه بيبقى طري جدا، بضطر ان انا ادخله كده الميكروويف دقيقه، زي ما حصل في خبز الغله وخبز الشوفان، عملتهم معاكم في فيديوهات قبل كده. بدخل برضو الرغيف يعني حوالي 50 ثانيه او دقيقه في الميكروويف، لاني انا بحبه ملدن. لكن انت لو عايزاه طري خلاص تطلعيه من الطاسه وتحطيه في فوطه، هيبقى طري جدا. انا قطعتهم بالشكل ده وحطيتهم بقى في كيس كده وبدخله الفريزر، وكل يوم كده باخد نص او رغيف على حسب نظامك الغذائي. وبامانه يا جماعه الطعم بتاعه فطير، كانك كده بتاكلي مش عيش، ده فطير، بالذات مع دهنه زيت الزيتون. طعمه بجد تحفه وريحته حلوه قوي. زي ما انتوا شفتوا كده طريقته سهله وبسيطه، وكله نشويات معقده ومغذي، وينفع لمريض السكر، وينفع ليكي لو بتعملي دايت. انا بتمنى تكون وصفتنا النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.